السلام عليكم، يلا بينا نجهز مع بعض صينية بسبوسة حلوة قوي لزوم التحلية بقى في رمضان. وهتعمليها طبعا بسعر معقول، احسن من اللي بتشتريها من بره بكتير. هقولك كمان على الغلطة اللي انا وقعت فيها هنا من خلال الفيديو ده عشان تتجنبيها وتظبطي معاكي صينية البسبوسة. انا نزلت بكوباية، تعالي نشوف المقادير بقى. كوباية الا ربع من الحليب، نزلنا عليها بكوباية الا ربع من السكر الابيض بتاعنا العادي. وبدأت كده اضربهم بالمضرب الكهربائي لغاية ما اتأكد من ذوبان السكر تماما وانه اختفى وما بقاش فيه سكر يعني خالص موجود في الحليب. تقدري تعملي الخطوة ديت بالخلاط على فكرة او الكبة او اي حاجة عندك. نزلنا عليها كمان بكوباية الا ربع من السمنة البلدي. عندك السمنة بلدي اي مادة دهنية تفضليها، بس خليها سمنة، يفضل تكون سمنة. تعالى اقول لك بقى على الغلطة اللي انا وقعت فيها وخلت البسبوسة متماسكة وناشفة معايا يعني في الاكل، يعني مش دايبه كده. ان انا نزلت بثلاث معالق من البشر او جوز الهند. دول تتجنبيهم على المقادير اللي انا قلت لك عليها، استبعديهم نهائي. لان انا نزلت بكوبايه الا ربع من السمنه وكوبايه الا ربع من السكر وكوبايه الا ربع من الحليب. دول ما تنزليش عليهم نهائي بالبشر. لو هتحطي بشر زودي بقى السوائل بتاعتك من حليب ومن زبده، خلاص كده، او من سمنه. بعد كده نزلت عليهم بثلاث كوبايات من سميد البسبوسه العادي بتشتريه من عند العطار. وبعد كده بقى شغلنا الفرن، فرن طبعا مسبق التسخين قبل ما تبدأي فيها. وعلى الصينيه بتاعتنا هنبدأ كده ننزل فيها بمعلقه من السمنه وندهنها كده لغايه ما نغلف كل الصينيه وجوانبها بمعلقه السمنه ديت او الزبده. والبسبوسه ما بتتعجنش كتير، يا دوب بتلميها كده ويكون قوامها متماسك زي اللي قدامك دي، ما تكونش سايبه يعني او سايله زياده عن اللزوم. لازم تكون كده تقدري تفرديها بايديك. شايفه القوام ده؟ ده القوام المظبوط. وزي ما قلت لك استبعدي جوز الهند هنا او البشر، لان السوائل او المقادير اللي احنا قلناها ديت ما تحطلهاش جوز البشر، لان خلاها ناشفه ومتماسكه كده، يعني تحس ان هي متماسكه جامد. فانتي لو عايزاها دايبه دوب استبعدي المعلقتين جوز الهند او البشر اللي احنا نزلنا بيهم. بعد كده افرديها بايديكي وقطعيها بالسكين. طالما البسبوسه بتتفرد بايديكي كده اعرفي ان المقادير بتاعتها مظبوطه 100%. خلاص هنبدا كمان نقطعها بالسكينه قبل ما ندخلها في الفرن. وانا هنا هضيف لها شويه مكسرات فول سوداني. عندك لوز حطي، ما عندكيش تدخل كده في الفرن وتبقى مية مية كمان مش هتقول لا يعني. بس انا حبيت احط لها كده شويه فول سوداني كانوا موجودين عندي يعني من مكسرات رمضان. هنبدأ بقى ايه في المربعات اللي احنا عملناها من البسبوسة دي. نوزع بقى كده الفول السوداني بتاعنا. اضغطي عليه كده ضغطة خفيفة عشان خاطر يعني يدخل كده في البسبوسة وما يكونش عايم ويسيب مع الشربات يسيب قطعة البسبوسة. يلا بينا بقى على الفرن درجة حرارة 180، الرف اللي في النص لغاية ما تستوي ونطلعها واوريها لكم. انا هنا المفروض المقطع ده يكون في الاول لان شربات البسبوسه بيكون بارد. خلاص، فانا عملت كوبايتين من الشربات، حطيت عليهم كوبايتين من السكر، سوري، عليهم كوبايه ونص من الميه، ورفعتهم على النار وعصرة ليمونة. بعد كده لما طلعتها ضفت الشربات فشربته كله وطعمها كان حلو جدا، ولكن كانت ناشفة شوية بسبب معلقتين جوز الهند اللي احنا نزلنا بيهم. فانا بقولك استبعديهم عشان خاطر لو انت عايزة البسبوسة تكون دايبة دوب، وطبعا كلنا بنحب البسبوسة تكون دايبة. وهنقطعها كده مع بعض. وبعد كده هنا كانت بتشرب بقى الشربات، يعني الشربات بتاعها كان بارد. و ننزل عليها بقى بمعلقه من القشطه. انا عن نفسي بحب البسبوسه تكون دايبه قوي، يعني زياده عن اللزوم، فمعلقتين البشر كانوا مخليينها ناشفه او متماسكه. فلو انتي بتحبي البسبوسه زي حالاتي دايبه استبعدي خالص البشر او جوز الهند في المقادير اللي احنا قلنا عليها في اول الفيديو. تعالي بقى كده ناخد حته قشطه مع حته بسبوسه. عايزه اقول لك ان هي ما شاء الله اتاكلت يعني كلها، بس انا بحبها عن نفسي يعني تكون دايبه حلوه وسهله وما